الزليج المغربي تحفة فنية من تراثنا العريق، لوحة تنبض بالألوان والزخارف، قطع تحكي قصة حضارة ضاربة جذورها في التاريخ. في هذه الكبسولة سنغوص في عالم الزليج المغربي، حيث تلتقي الحرفة بالتاريخ، وحيث كل قطعة تحمل في طياتها أسرارا من عبق الماضي. كيف يصنع وما الذي يجعله متفردا في فن العمارة المغربية؟ التفاصيل مع كوثر أبو تير، أنور الغماري ونور الدين الوباني. ألوان وأشكال اجتمعت بتناغم مدروس. لا اعتباطية في الأمر، هي في الحقيقة خبرة سنوات. قبل أن يحول رئيس الورشة الطلبات إلى مقاييس رياضية، يستلم المادة الأولية. أنا كنسجل اللي عندي هنا بداك الشيء بالتدقيق، داكشي اللي كتسمى بالتدقيق بالوحدة. ومن بعد ما كنشد داكشي أنا كنشد على الفرقان الصناعية، دوك الصناعية كل واحد مختص في شي حاجة. كل شيء يبدأ من جبل بنجليق الواقع قرب فاس، من احتياطي يعادل 85 مليون طن تستخرج الطينة الخاصة. تعجن الطينة، ترقد، تشكل وتوضع في حرارة 1200 درجة مئوية حتى تغدو متماسكة. بالنسبة لي ماس ديال البرد تيقبض حتى 3 أيام 4 أيام، ما كيمكنلناش نخدموه كل نهار لحقاش كيقبض لنا البلاصه. والايامات ديال الصيف فاش يكون الحال سخون كنخدموه في الصباح، كندخلوه مع ديك جوايه 12 هكاياك، يعني كتختلف الخدمه ما بين البرد وما بين الصيف. من تعلموا اتخاذ الأرض مجلسا في سن صغير يتناولون الزليج الخام في شكل الثنائيات. كنرشم بها خصني نخرجها بحال هادي، ما زايده ما ناقصه ما والو، باش كتدخل الشغل كيدخل من بعضياته، ما كيعطي لا الجو ولا حتى حاجه، كيجي مخيط. الخلاص كما ينادونه يدق بحذر الإزميل بالمطرقة، كل مليمتر يستحق التدقيق. الخدمه صعيبه شويه، فهمتي؟ الخدمه صعيبه شي شويه، وخصك تركز معها، ضروري تكون فنان باش تخدم هاد الحرفه هادي. يستلم الفراشة القطعة، يصفونها بتركيز تام. عددها 306 قطع، يتذكرون جيدا جميع أسمائها وأحجامها وألوانها. بعد تجميعها ترش القطع ببعض الإسمنت ثم الماء، يليها غراء يشد بعضها بعضا. التركيز سر نجاحهم، من يفقد هذا السر يتحمل عناء تعويض الخطأ لمدة قد تصل إلى أسبوع. صعيبة في التزوال ديالها، فين كتكون كتزولها كتهرس لك وحدة أخرى في جنبها، فهمتيني؟ خصك حتى هي تزولها. المهم كتحاول ما تقيش هذا. الزوار يحملون ما يستطيعون من قطاع ويعبئون الباقي صوب اتجاهات العالم. All the mosaic pieces, the tiny pieces made by Sharp Hammer. الجولة والتبضع تكتمل داخل جدران تشع ألوانا ولمعانا ودقة عمرها يعادل 10 قرون. ظهر هذا الزليج بشكل متميز ابتداء من القرن العاشر الحادي عشر ميلادي، وخاصة بعد
المجيء ديال الموريسكين المغرب حيت بقى واحد التلاقح حضاري. هذا التلقح هذا عطانا واحد التألق في الزليج. الطلب على الزليج يزداد سنة بعد الأخرى. نحو القارات الخمس يسافر هذا الموروث الحضاري بختم مغربي وضعه التاريخ.